الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم، أهلا بيكم. زي ما قلنا إن في ناس كتير بتحب تاكل لحمة مشوية وخصوصا على الفحم. تعالى نتكلم على موضوع الشوي ده ما بين الفائدة والتحذير علشان نتجنب أي مشاكل ممكن تحصل. أولا فائدة موضوع الشوي ده هو بيقلل من السعرات الحرارية الموجودة في اللحمة. أما التحذيرات اللي لازم نتبعها أثناء عملية الشوي إن لازم حضرتك تعرف إن أثناء الشوي بتكون مركبات ضارة. المركبات دي ممكن تؤدي إلى أمراض خطيرة في الجسم زي الأمينات أو الهيدروكربونات. وطبعا المركبات دي بتتكون نتيجة ان بيكون في دهون موجودة على اللحمة اثناء الشوي. الدهون دي بتتساقط فبيحدث لها انحلال حراري. الانحلال ده بيؤدي الى تكون المركبات دي في دخان الشوي، والدخان ده بيحصل له عملية ترسيب على اللحم، فبالتالي ده بيؤدي الى تناول المركبات الضاره. وعلشان نتجنب الموضوع ده ونستفاد بعمليه الشوي بقدر المستطاع في بعض الخطوات اللي نتبعها عشان نقلل الموضوع ده. اول حاجه ان احنا نصغر من حجم القطع المشويه، فبالتالي ده بيقلل من مده تعرضها للحراره. تاني حاجه ان احنا نزيل الدهون الموجوده على اللحمه عشان نمنع تساقطها على الفحم، فبالتالي ما يحصلش انحلال حراري وكمان ما تتكونش المركبات الضاره. وكمان ينصح بتتبيل اللحمة قبل الشوي في خلطات مكونة من خل وليمون، لأن الحاجات دي بتقلل من تركيز المواد الضارة الموجودة فيها. وكمان أثناء الشوي يفضل إن احنا نضع معها بعض الخضروات زي الطماطم أو البطاطس أو الجزر أو الفلفل الأخضر، لأن الخضروات دي مش بتكون فيها المواد الضارة، وكمان بتحفز إنزيمات الجسم إنها تحول المركبات الضارة دي لصورة غير نشطة يسهل طردها من الجسم. وطبعا زي ما قلنا ان احنا نستخدم اي وسيله لمنع تساقط الدهون على الفحم علشان نمنع انحلالها الحراري، وكمان نمنع تكوين المواد الضاره دي بقدر المستطاع علشان نستفاد من عمليه الشوي، وكمان ناكل اكله صحيه وممتعه وبالف هنا وشفا. وكل عام وحضراتكم بخير ودمتم بخير. الله أكبر ولله